اهلا بيكم في قناة كروشيستا ستايل. الفيديو بتاع النهاردة ده الجزء الثاني من تكملة شنطة الكروشيه اللي احنا نفذناها من يومين ونزلت على القناة، والحمد لله ناس كتير بدأوا فيها على جروب الواتس للمتابعة. بإذن الله هسيبلك تحت في صندوق الوصف لينك جروب الواتساب للمتابعة أثناء العمل لو انتي مبتدئة وحابة ان انا انفذها معاكي وامشي معاكي خطوات اول باول للاستفسار والتظبيط المقاسات بسبب أنواع الخيوط وكل حاجة تخص الشنطة من أولها لآخرها. الجزء بتاع النهاردة هنشرح مع بعض تكنيك وتركيب البطانة، وهاخد المقاسات وهركب داعم للقاعدة اللي هو البوري وتقفيل الشنطة ككل. قبل ما نبدأ في الفيديو، قبل ما نبدأ في الشرح، حابة ان انتوا تدعموا لي الفيديو ده بلايك وكومنت تحت الفيديو، عرفيني بتشوفيني من انه بلد وايه رأيك في الشرح والشنطة بعد ما خلص. ما تنسيش لو أول مرة بتشوفي القناة تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزله. أول حاجة أنا باخد المقاسات بتاعتي بالظبط. طول الشنطة 30 سنتي، عرض الشنطة 36 سنتي، عرض القاعدة 9 سنتي، وطول القاعدة من تحت حوالي 29 سنتي. لازم اخد المقاسات علشان قص البطانة والبوري. طبعا بقص قطعة من البوري اللي هو المدعم للشنطة، ممكن تستبدليه بالشبك بتاع الكنبة اللي هو المخرم. البوري ده انا بجيبه من عند محلات الأحذية، او ممكن انت تجيبيه من عند بتوع مستلزمات الكروشيه، بقى منتشر جدا دلوقتي. هو بيدعم الشنط، بيخلي الشنط ماسكة نفسها، القاعدة ما تبقاش طرية وتبقى فيه حاجة ثابتة في الشنطة من تحت. القماشة بتاعتي هي قماشة بطانة اللي هي الديسكو دي، لونين، ما لقيتش لون مقارب غير في البطانة دي، فبقطع قطعة على قد البوري، بس بسيب زيادة في الجوانب علشان لما اجي اخيط. قصيت قطعة بوري على قد القاعدة، وقصيت عليها قطعة من قماش البطانة اللي انا هبطن بيه الشنطة. وهبدأ دلوقتي اخد القاعدة دي واحط عليها القماشة بتاعتي داير ما يدور. طيب انا قصيت القاعدة خلاص، عايزة اقص القطعة اللي هتبقى دايرة في جسم الشنطة. طب ده بيترتب بناء على ايه؟ ما بيترتبش بناء على المقاس اللي انا اخداه من الشنطة. انا لو اخدت مقاس الشنطة فانا مثلا هقص على 80 سنتي، تمام، الداير بالزياده، لان انا كان معايا الوش 36 يبقى الظهر 36، مش هيجيبوا ال 80. طب انا قصيت القطعه دي على اساس ايه؟ قصيت القطعه دي على مقاس دوران قطعه البوري اللي انا قصيتها. بعد ما بعمل قطعه البوري بتاعه القاعده وبثبت عليها القماش، والكلام ده مهم جدا لاي بطانه انت هتنفذيها. بتمسكي الاول وهنا قصيت قطعه للجيب، خلينا مع بعض حته حته. تعملي ايه؟ بتجيبي القاعده بتاعتك بتاعت البوري وتثبتي عليها جزئيه الشغل. هنا انا ما قصيتش 80، هو المقاس بالدوران عشان يبقى مستريح 80، بس انا قصيت على قد مقاس القاعده اللي انا قصيتها، وده هتعرفوه معايا داخل الفيديو. هنا انا قصيت جيب يكون جايب مقاس التليفون مستريح، ده بيتحط في القطعه بتاعه الظهر. وهنا استخدمت له سوسته مقاس 20 سنتي، تمام. اول حاجه بتعمليها قطعه البوري بتثبتي لي عليها القطعه اللي انا قصيتها للقاعده، بمشي بيها داير ما يدور بخيطها، سواء عندك مكنه او بتخيطي على ايدك. البوري ده طري، تقدري تدخلي فيه الخيط والابره عادي. التركايه المهمه جدا اللي انا هشوف الاربع اتجاهات بيجيبوا لي كام سنتي.
لازم مقاس القطعة اللي انت هتقصيها لجسم الشنطة داير ما يدور يكون جايب مقاس البوري من الأربع اتجاهات، العرض والطول في مرتين والعرض في مرتين. شفتي انا لفيت ازاي؟ انا خلاص انا كنت قصيت، فانت هتقيسي الاتجاهات دي كلها على المزورة وتشوفي كام سنتي، وعلى اساسها بتقطعي قطعة القماش الطول بتاعها اللي هو الداير. طيب الطول اللي فوق انا قلت 30 سنتي، فانت تقطعي على 32 سنتي حسب المقاس اللي انت عايزاه. الخطوة اللي بعد كده بعمل ايه؟ بعرف وبتأكد ان المقاس معايا تمام. بجيبي قطعة البوري من فوق والقماشة من تحت. قبل ما بركب البوري بالقماش ببدأ ان انا اثبت القطعة بتاعة الجيب بالسوستة بتاعتها. خدي بالك كويس انا عملت ايه. انا لازم يكون معايا الداير كله بيساوي مقاس البوري ده لازم، عشان لما تيجي تخيطيها تبقى واقفة اكنها بوكس. وبأمر الله قريب جدا هوريكي ازاي تعملي شنطة كاملة تكون متحوطة من كل الاتجاهات بالداعم ده اللي هو البوري بيخليها واقفة زي البوكس. انا هنا دلوقتي هبدأ ألف، بس قبل ما أخيط وأثبت بطانتي هعمل الأول الجيب. جبت الجيب والسوستة وهبدأ أخيط السوستة في الجيب الأول. بعد ما ثبت السوستة في الجيب هبدأ أثبت السوستة في البطانة بتاعة الشنطة. هنا هخيط السوستة من ورا زي ما انتم شايفين كده. بعد ما ثبت السوستة خلاص في البطانة هرجع بقى أقفل الثلاث اتجاهات بتوع الجيب. كده خلاص الشكل بعد ما قفلت الجيب بتاعي من الثلاث اتجاهات. هبدأ أجيب البوري وأثبت البوري مع البطانة اللي أنا قصيتها. خياطة بقى على مكنة براحتك، هتنفع جدا على خياطة الإيد عادي عشان تخيطيها وتبقى ثابتة معاكي. فالخيط بتاع الصيد اللي هو الشفاف ده بيبقى حلو جدا لما بتخيطي بيه البوري بيبقى ماسك نفسه. ما عندكيش انت تقدري تستبدليها بأي خيط خياطة عادي.
هنا خلاص بعد ما خيطتها هبدأ دلوقتي أسد الجوانب، آخر طرف ده في القماش هبدأ أسده من فوق لغاية تحت. بعد ما خيطته هجيب بقى دلوقتي الخيط بتاعي اللي انا هثبت بيه البطانه في الشنطه، وده خيط السد اللي انا بقولك عليه اللي هو الشفاف. لبست البطانه بتاعتي في الشنطه من الظهر بتاعها او من جوه كده حلو جدا، وهبدا دلوقتي اخيط. انا خليت اللون الازرق يبقى هو اللي باين من الفراغات بتاعه المربع. بعد ما خلصت تركيب البطانه انا هعمل زي قلاب كده صغير في النص احط فيه القفل المعدن. هشتغل على 7 غرز من النص بغرز حشو.
وبكده نكون خلصنا شرح البطانة وتركيبها في الشنطة. أتمنى إن شاء الله إن الشرح يكون فادك، وأنا برضو معاكي على جروب الواتس لأي استفسار ولأي حاجة تقف معاكي. دمتم بألف خير، ويا ريت ما تنسوش اللايك وكومنت تحت الفيديو، عرفيني بتشوفيني من أنه بلد، وإيه رأيك في الشنطة بعد ما خلصت. ولو لسه ما اشتركتيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بينزل.